مرات بتحصل لنا كده تقلبات في حياتنا. ما بنعرف ليها سبب يعني، لكن دائما يعني أنا قاعدة أقول إنه ربنا رب الخير. أي شيء قاعد يحصل بيكون عنده سبب خفي بس أن إحنا ما عارفينه. فلما تحصل لك تقلبات في حياتك أيا كانت، يعني كانت بسيطة أو كانت تقلبات كبيرة، يعني في ناس حياتهم بتتغير 180 درجة. فالتقبل للشيء اللي بيحصل ده لازم انت تتقبل الحاجة دي، اتأكد تماما انه الشيء اللي حصل ده ما حصل صحيح، حصل لخير. بانه ربنا عايز يودي حياتك لنقطة تانية او لمرحلة تانية احسن. فدائما انت يعني ننظر احنا للحاجة اللي بتحصل لنا، اذا كانت مصيبة سواء كانت حاجة كويسة سواء كانت حاجة نحن ما اقتنعنا بها بانها هي خير، وننظر للخير اللي فيها والنقلة اللي بتحصل لنا نتيجة الحدث اللي حصل في حياتنا ده. ف دي النظرة الإيجابية لأي مشكلة بتحصل في حياتك أو أي مصيبة تحصل في حياتك، لازم تنظر لها بناحية إيجابية، لأنه الحاجة دي أوتوماتيكلي أنت حتكون تجذب الشيء الكويس والشيء الإيجابي لحياتك. يعني حتى لو الموقف ده حصل فيه حاجة كانت فيها شر بالنسبة لك، أنت لما تفسرها بأنها هي حصلت لخير بيحصل لخير. فدايما خليكم جاذبين لطاقة الخير والطاقة الإيجابية في حياتكم، بأنه دايما أي شيء يحصل اتوقعوا انه الحاجه دي حصلت لخير، وعشان ترتيب معين الهي نحن ما عارفين سببه شنو ولا حيحصل كيف، لكن في النهايه حيحصل الحاجه الاحسن، يعني حياتنا حتمشي لمرحله احسن. وانا ما حصل لي موقف في حياتي يا جماعه زعلت منه او اتضايقت، لكن دائما قاعده انظر لاي حاجه بتحصل في حياتي انها ربنا داير لي الاحسن، وانه شال مني حاجه وحيجيب لي الاحسن، ودائما قاعده اكون متفائله، ودائما قاعده اظن بربنا خير وما قاعد يخزني والله صراحه. فدايما اي حاجه قاعد يعني تطلع من حياتي او حاجه انا اخسرها، قاعد احس انه ربنا قاعد يعوضني لها اضعاف الاضعاف، وقاعد تكون العوض يكون احسن، وحاجه اجي انبهر في النهايه اقول يعني الحمد لله اني ما زعلت على الحاجه اللي فاتت، لانه شوف هسي ربنا تاريه مرتب لي الحاجه الاحسن. فالحاجه دي قاعد تفرحني شديد، وانا الحمد لله يعني ثقتي في الله دائما يعني ثقه كبيره شديد، وقاعده دائما اؤمن بانه يعني ربنا ما بجيب الا الخير. فدايما خلوا ظنكم بالله كبير يا جماعة، ودايما خلوكم دايما متفائلين، وإنه الحياة دايما بتقسم لنا الأحسن، وحياتنا لازم تكون ماشية للأحسن. فتقبلوا أي تغيير في حياتكم، وتقبلوا أي شيء يكتب لنا رب العالمين.